فعلا تاني يوم ريجن بتصحى من النوم، مش بتلاقي ايمت ولا بتلاقي السماعة ولا السلاح، وبتفضل تعيط وبتفتكر ان هو سرقهم ومشي. وفجأة بيظهر ايمت قدامها وبيقول لها ان هو خد المايك والسماعة عشان لو قابل وحش في الطريق، وان هو كان بيدور على مركب يروحوا بيها في الجزيرة، وبيقدروا ان هم يروحوا للمينا في الليل، وبيحاولوا يفكوا مركب من المراكب. لكن فجأة بيسمعوا صوت طفلة مربوطة بسلسلة، وبيقرر ايمت ان هو يقرب منها ويفك السلسلة عنها. لكن فجأة بتظهر ناس كتير والطفلة بتربطه بالسلسلة، وبياخدوا ريجن وبيمشوا، بيسيبوا ايمت مربوط. وايمت بيشاور لريجن انها تنط في المية، وبتسمع كلامه وبتنط في المية، وبيجري يمسك الراجل اللي كان ماسكها وبيربطه مكانه. وطبعا الكائنات بتوصل على الصوت وبتخلص على كل اللي موجود، وبينط ايمت في المية وبتاخده ريجن وهي على المركب، وبيتحركوا في اتجاه الجزيرة. بنرجع لإيفلين اللي اكتشفت ان انبوبة الاكسجين خلصت، وبتسيب ابنها الرضيع مع اخوه ماركوس، وبتروح تدور